شفت النهاردة طريقة شوربة عجبتني قوي، قلت أجربها. هنحمر البصل متقطع مكعبات صغيرة، ونحط عليه مكعبات صغيرة جزر ونحمرها معاه، وبعد كده برضو بطاطس متقطعة مكعبات صغيرة هنحمرها معاهم. ده بقى كرفس بنقطعه ونحطه عليه، عيدان الكرفس، مكعبات طماطم، توم مفروم هنهرسه كده معاه، ونقلب كل الخليط مع بعضه. هنضيف حوالي 3/4 كوباية صلصة، أنا نزلت باقي الصلصة بنقطة مية، شوية ملح، فلفل اسود، معلقة كزبرة ناشفة، وهنقلب الخليط كله. في كنكة بسلق شوية فاصوليا حمرا. كده الخليط بتاعنا اتسبك تماما، نزلت عليه بمية مغلية كتير. يغلي الخليط هنغطيه ونسيبه حوالي تلت ساعة، وهو بيغلي كده بقى هننزل عليه بشوية مكرونة. هنقلب الخليط بتاعنا ونغطيه ونسيبه من 7 ل 10 دقايق بالكتير. المكرونة شربت كتير من المية، هزود شوية مية وغلوة صغيرة واطفي عليه. بس قبل ما هنطفي هنحط الورق بتاع الكرفس وشوية الفاصوليا الحمرا اللي سلقناها، تقليبة واحدة، وهنغطي ونطفي عليها. يلا نغرف بقى وندوق. شايفين البخار؟ سخنة وجميلة، حلوة قوي.